اليهود هم الذين وقفوا مع الأحزاب ونقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب حينما الأمر اشتد على النبي وعلى الصحابة. في ذلك الوقت نقض يهود بني قريظة العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب على الجانب الآخر الصحابة الأنصار رضوان الله عليهم هم الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين عزروه ونصروه وآووه وفتحوا له أبوابهم وديارهم وأموالهم، وأنفقوا على النبي وأنفقوا على الصحابة كل ما يملكون. ده فعل الصحابة، وهم الذين قاتلوا معه وقاتلوا عنه، وهم الذين أخذ عليهم البيعة النبي صلى الله عليه وسلم، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. كل ذلك فعله الأنصار، بل ومدحهم الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز حينما تذكر الآية: يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان لهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الله سمى الأنصار المفلحون لأنهم كانوا يؤثرون على أنفسهم. طيب إذا الأمور بالمقاييس العادية البسيطة، الأدلة المادية التي في أيدينا هتدين اليهودي، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي لن يميل إلا مع الأنصار لعدم الأدلة لأنصارية مثلا، وإنما مال لأن الأدلة تدين اليهودي، والدليل واضح على اليهودي تماما لأنه وجدت الدرع في بيته أمل مهما كان، فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم قام أو جهز اليهودي لكي يقام عليه الحد. تعالوا بقى شوفوا القرآن الكريم. الله تبارك وتعالى الله يغار على الحق حتى وإن كان الحق هذا عند اليهود. الله تبارك وتعالى لا يظلم، الله لا يظلم. قال تعالى: يا عباد إني حرمت الظلم على نفسي جعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم خاصة مسألة شديدة لا يقبلها الله تبارك وتعالى، لا يرضاها ولا يرضاها من عباده. فبالتالي يقول الله تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني لو في مسألة، في قضية بينك وبين واحد، مشكلة بينك وبين واحد، لا تجعل كرهك له ولا تجعل بغضك له يجعله لا بد أن تأخذ حقه كاملا. تعالوا نشوف الآيات نزلت ماذا تقول للنبي صلى الله عليه وسلم. الله أنزل آيات يعاتب فيها رسوله رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحكم بما معه من أدلة. نزلت الآيات في سورة النساء آية 105 من آية 13. الآيات تقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. شوف بقى، سمى الأنصار خائن، سمى الأنصار الذي سرق وألقى التهمة على سماها. يقول النبي: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. النبي سمع من خطيئة الأنصار، سمع رحيما. ثم الآية تقول بعدها: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يا سلام، رأي المسلم الصحابة قلبوا كذا وكذا وكذا، كل هذه الأشياء سماها الله تبارك وتعالى خوان. خوان يعني في طبع خيانة في مكوناته الأساسية. وبعدين بيلوم القرآن الكريم على مع العيلة اللي هي كانت بتجادل على الرجل، يقول: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. شوف كلام
كلام شديد في الصحابة في الأنصار، بيصف الأنصار بأنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. كل ده عشان واحد يهودي؟ ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. يا سلام، بيقولوا ايه؟ انتم جادلتم عنه في الدنيا وممكن تبرؤوه في الدنيا، لكن يوم القيامة من الذي يجادل عنه؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. خد بالك معايا، ممكن الإنسان يغلط، ممكن يخطئ، لكن حينما يرجع إلى الله تبارك وتعالى هذا الذي يميز المؤمن من غيره. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. الأولانية بنقول يعمل سوء أو يظلم نفسه، يعمل معصية ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. الأولانية غفور رحيم، ثانية عليما حكيما بكل ما يضر. تعال شوف الآية اللي بعد كده الشديدة بتقول إيه؟ ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. كلام شديد. الأولانية والثانية بتعمل مشكلة، تعمل معصية، تعمل ذنب، تعمل إثم وتستغفر الله يغفر. لكن المشكلة انك تعمل الذنب وترمي به بريئا. القصة دي بقى ما قالش الله تبارك وتعالى غفورا، ما قالش الله تبارك وتعالى عليما حكيما فيها، انما قال فقد احتمل بهتانا واثما مبينا. بهتان معناه ايه؟ ان ترمي غيرك بما ليس فيه او تدعي عليه بما ليس فيه. الصحابة رضوان الله عليهم لما النبي حذر من الغيبة يقول لهم الغيبة ذكرك أخاك بما يكره حتى وإن كان فيه. يعني واحد عنده علة، عنده مرض، عنده غيبة، وبعدين أنا أذكرها في غيبتي، هذه غيبة. أما أن أذكر شيئا ليس فيه فهذا بهتان، هذا أكبر من الغيبة. صاحبه يوم القيامة يسجن في النار حتى يأتي صدق ما قال. ايه الكلام ده؟ يعني انا ادعيت على واحد سوء انه فعل كذا ولكنه لم يفعل، فاسجن في النار حتى آتي بصدق ما قلت ولن آتي به ابدا لانه لم يحدث هذا في الدنيا. فيظل صاحبه في النار الا ان يعفو عنه صاحب الذنب. والله اذا عفى عنه صاحب البهتان يبقى في هذه الحالة ايه؟ يخرج. اذا لم يعفو عنه لم يخرج ابدا. لذلك الآية كانت دقيقة جدا في هذا المعنى. الآية الأولانية لما قالت ايه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، يعمل سوء يظلم نفسه يعني ويستغفر ربنا يغفر له. ومن يكسب اسما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ماشي. لكن من يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا الله لا يتدخل هنا ويغفر له، لا، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ده كله كلام تعنيف وشدة للصحابة رضوان الله عليهم، وعتاب النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول له إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق تحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. يبقى عتاب النبي صلى الله عليه وسلم وتعنيف للصحابة رضوان الله عليهم شديد.